الخامنئي مؤخرا ليقول أن العصر هو عصر زوال إسرائيل. طيب، اجتكم فرصة ذهبية، ما فعلته حماس فرصة ذهبية لأطروحاتكم وشعاراتكم. لماذا لم يتحرك الجيش الإيراني ويدخل في المعركة لإزالة إسرائيل؟ هذا سؤال كثير يعني مهم بالنسبة للناس تفهموا أنه لماذا إيران صاحبة هذه الفتوى ما تحركت بالوقت اللي كانت فرصة ذهبية لإلها. أنا أعتقد يا أستاذ فادي أن هذه الترسانة التي يتحدث عنها حزب الله، ترسانة الصواريخ، هي عمليا ليست لاستهداف إسرائيل وليست لإزالة إسرائيل. إيران آخر همها إزالة إسرائيل، إيران آخر همها القدس، إيران آخر همها فلسطين وأهل غزة. إيران تستخدم هذه الشعارات المتعلقة بقضية فلسطين، لكن الهدف الأساسي للمشروع الإيراني في المنطقة هو ضرب عمق القرار السني في المنطقة العربية. هلا بدنا نتخبى وراء أصابعنا نحن حرين، لكن هذه هي الحقيقة، هذه هي حقيقة الأمور. إيران التي أسقط عرشها الفارسي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما زالت حتى هذه اللحظة بعقليتها الفارسية تسعى إلى الثأر من العرب ومن القرار السني، لا من فلسطين ولا من الإسرائيلية. ما بيهمها هذا الموضوع، صدقني. هيدي هي الحقيقة. نحن يعني مش نحن، هن شيعة ولاية الفقيه، الشيعة الذين يؤمنون بولاية الفقيه الإيراني مستعدين انه يضحوا بكل انجازات لبنان وبكل تاريخ لبنان. بدي احكي بالتوصيف يلي حضرتك بلشت فيه، قلت يلي مش عارف شو هي عقيدة حزب الله يجب ان يعود الى المدرسة التي تعلم عقيدة ولاية الفقيه. ماذا يعلم حزب الله في مدارسه المنتشرة في المناطق الشيعية، المنتشرة في مناطق سيطرته؟ نعم. يعني بصريح العبارة، بصريح العبارة، الطفل عندما يبدأ نشأته التربوية في مدارس حزب الله يبدأ بالمرحلة الأولى من هذا التعليم، هو البيعة المطلقة للولي الفقيه الذي يمثل الإمام المهدي المعصوم، وبالتالي يمثل الأئمة 12 والنبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة. هذا طيب، هذا بس ينشأ هذا الصبي أو الولد، هذا شو بعد فيك تحكي معه؟ شو بعد فيك تحكي معه؟ ولا شيء، ولا شيء يا استاذ فادي. انا ابن الطائفه الشيعيه وانا شيعي وافتخر بتشيعي وافتخر بانني شيعي لبناني عربي اصيل، بس انا ما بقبل اني انا لا يشبهوني ولا اشبههم بهذا الفكر. عم نحكي لحتى لما البعض يقول نشبههم بالشكل وبالمنطق الاجتماعي، عم نحكي بالعقيده. دولة لا حدود لها هي دولة ولي الفقيه، الولي الفقيه الذي يرسم وحده حدود هذا العالم الإسلامي. وهذا العالم الإسلامي بالنسبة لهم مفتوح من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، تمددا إلى الأردن وفلسطين، وصولا إلى مصر واليمن والبحرين والسعودية. المشروع أعمق وأكبر بكثير مما يفكر به البعض من اللبنانيين والعرب، صدقني. ليذهبوا إلى كتب السيد علي الخامنئي والإمام الخميني المتعلقة بولي الفقيه، وبيعرفوا شو خطورة يعني الانتماء إلى مدرسة ولاية الفقيه. استاذ فادي بلبنان لحتى ما كبر لهم كثير الموضوع والمشوار خارج لبنان. بلبنان تقدر تناقش كل شيء، بس بتقدر تناقش شيء بيتعلق بالسيد حسن نصر الله؟ ما أبدا. فورا يا بتصبح خائن أو عميل، أو بيهتكوا عرضك، أو بيخلوك تعيش يعني عيشة الذل بين الناس. بحرموا حدا لأنه أنت خرجت عن الإطار الفقهي لمفهوم أن المساس بشخص السيد حسن نصر الله هو مساس بالإمام المهدي. هذا موضوع مفروغ منه عند الشيعة. بس فسر لي إياها سيدنا، بين السيد حسن نصر الله والمهدي، يعني ماذا يمثل عقائديا السيد حسن نصر الله للمؤمنين بولاية الفقيه؟ هو عين الإمام المهدي،
هو صوت الإمام المهدي، هو وكيل الإمام المهدي. يعني لطالما مقدس، نعم يعني مقدس. نعم نعم نعم، ما فيك. هذا موضوع حساس وخطير. البعض بياخدوه بالمسحة، هذا بيروح فيه قطع روس، هذا يسفك فيه الدماء بموضوع السيد حسن نصر الله إذا بتمس فيه، لأنه عقائديا عندهم أنت مسيت بأقدس المقدسات وهم الأئمة عليهم السلام. وهيدي خطورتها. نحن لما بنجي بنقول لهم يا عمي والله انه انا محبتي لك بالشخص هيدي اللي بتكفي، اما في عندي وطن، انا شو قيمتي بلا الوطن؟ ولا شيء. فاذا انا بدي دافع عن لبنان، لبنان وطني. موضوع عقائدي كبير، موضوع خطير على اللبنانيين، خطير حتى على الشيعة انفسهم، والله العظيم خطير على الشيعة. هذا الموضوع خطير خطير كتير. يعني نحن احيانا عم نعجز انه نشرح لهم للشيعة اللي هن اهلنا وناسنا واحبتنا، بس هي موضوع خطير وكبير. ويا عمي هلا يشوفوا هلا ايران التي تمتلك القوة المالية، السلاح، العديد، العتاد، اللي بدك اياه، التكنولوجيا اكثر منا بكتير. طيب يا عمي قاتلي بحالك. طيب يا عمي ابعتي 100,000 من عندك، انت 100,000 عندك. إذا والله إذا راحوا 100,000 ما بيأثروا وجوديا بإيران، ما بيأثروا. يا عمي نحن حاجة فرفتي فينا من العراق على لبنان على اليمن على مدري وين، قاتلي أنت، ما بيقاتلوا. وزير خارجية إيران في يوم من الأيام محمد جواد ظريف قال ليش بدنا نعمل فلسطينيين أكثر من فلسطين، أكثر من الفلسطينيين. نحن بندعم القضية الفلسطينية بس مش رح نبعث جيشنا يقاتل بفلسطين. الكلام موجود لوزير الخارجية الإيراني. أنا مع فلسطين وأنا مع الفلسطينيين في الدفاع عن دولتهم ومن أجل دولتهم، بس أنا مش مضطر قاتل عن الفلسطيني. نعم. ولا مضطر إني أحرق لبنان كرمال قضية أي حدا، أي حدا. حتى إذا بتقول لي هلأ إنه بموضوع المقامات في سوريا، وقت اللي قال حزب الله أنه ذهب لحماية المقدسات في سوريا، كان موقفي واضح. نحن حدودنا هي حدود الدولة اللبنانية، مش مضطرين نروح نقاتل عن حدا، لا عن مقدسات ولا غير مقدسات. هذه أكذوبة كبيرة.